الاتش ار اعمل له ايه؟ الاتش ار نعمل له ايه؟ عندي انترفيو رايح اقابل الاتش ار في الشركه، وانا رايح لازم اكون في دماغي ان انا اسيب انطباع جيد جدا، فلازم طبعا اكون عارف ابقى رايح الدريس كود هيكون ايه، اروح فورمال سيمي فورمال، فابقى رايح بالدريس كود اللي احنا متفقين عليه، ابقى قاعد لازم اكون واثق من نفسي، لازم اكون مجهز اجاباتي، ولازم اكون مجهز برزنتيشن عن انا مين وبعمل ايه واتخرجت امتى واشتغلت ايه وايه حجم خبراتي. ولو انا عندي خبرات وظيفيه كبيره لازم اكون محضرها، بحيث لما نيجي نتسال ما بردش اجابات نموذجيه، انا برد اجابات من واقع العمل واللي انا خضته والمشاكل اللي انا تعرضت لها وازاي عرفت اتعامل معاها. تمام، عرفت احافظ على الكلام ده كله، وانس خلاص اتقبلت واشتغلت في الشركه، العلاقه اللي بينك وبين الاتش ار هتبقى ناجحه ولا لا ازاي؟ لو انت فهمت واجباتك تجاه الشركه وحقوقك اللي انت المفروض تاخدها من الشركه واللائحه الداخليه للعمل من جزاءات ومن مكافآت وايام الحضور والانصراف والغياب وكل الكلام ده، هتبقى علاقه سلسه وناجحه جدا. ودايما حافظ على علاقتك مع كل زمايلك، والاهم انك تحافظ علاقتك حلوه جدا مع الاتش ار عشان هو حلقه الوصل ما بينك وما بين اصحاب الشركه، فالاتش ار هنعمل له كل خير.